قلت اللي هيمد ايده عليها محمود عامر ممثل مسرحي هاوي. انا كنت بشتغل في العراق وانا في الجامعه في درجه حراره 48 في الظل. احنا عايزين مخرج بجد. ابويا تاجر فاكهه، يعني امي الله يرحمها كان دعوتها افسد اسلحتهم يا رب. فانا صوتي في الحنيه تحس ان انا عبد الحليم. هو بيتكلم كده، قال له يا ابنك محمود عامر، قال لي هات، قلت له لا انت عايز اديهولك، قلت له مش عايز اخد درس، مش عايز. محمود عامر يتزوج في سن 69 بحثا عن الترند. انا هشتكي، اقسم بالله ما عملت حاجه، خدت شتيمه تكفيني 30 سنه قدام، ده قدر ربنا. انا قعدت في دار المسنين 6 اشهر. قدرتش؟ لا بلاش والنبي عشان بليز من فضلك. اهلا بيكم في الحكايه فيها ايه، وحكايتنا النهارده عن فنان من الزمن الجميل ولسه مستمر معانا، بيسيب بصمه في كل عمل بيدخله، والاعمال اللي بيدخل فيها دايما علامات في تاريخ الدراما المصريه، من اول ليالي الحلميه لحد المداح والاختيار. تعالوا معانا نرحب بالفنان محمود عامر. يا مساء الورد، يا مساء الفرفشه والنعنشه والدندشه والضحكه اللي جوه القلب مع الشاشه. ميرسي ربنا. مساء الفل. اهلا بحضرتك، منورنا. ده نور نورك، احنا عايزين تبقى الليله زي الفل ان شاء الله. اكيد طبعا، إن من شاء حضرتك الله. معانا يعني. ربنا يعزك يا قول رب. لي نبتدي منين؟ تحب انهي محطه نبتدي بيها؟ من اي حته انت عايزاها، نبتدي من اول الاسماعيليه زي ما انت عايزه. ولا نبتدي بالترند اللي اتعمل على محمود عامر؟ انا شايفه لا خلينا اسماعيليه بقى، ده هنخش في نبتدي الترند يبقى بالإسماعيلية. الاسماعيليه احسن يعني. طبعا انا مواليد الاسماعيليه، والاسماعيليه بلد عاشقه للفن، واي حد بيبقى متواجد في الاسماعيليه حيث الخضره والميه والوجه الحسن موجود في الاسماعيليه، والسمسميه اللي كانت موجوده. كنت وانا طفل اسمع صوت ده السمسميه انت طفل، مولود طفل فنان. لا هي مش مولود فنان، هو البيئه المحيطه بحضرتك هي بتدي لك هذه الطاقه الايجابيه. اي حد في منطقه القناه سواء السويس او بورسعيد او اسماعيليه يسمع السمسميه تلاقي ايه يترعش كده وايه ويرقص عليها يعني. اشتغلت في المدرسه، في الفرقه التمثيليه بتاعت المدرسه، وفجاه سنه 67 قامت المعركه وحصل ضرب صواريخ ارض. يعني ايه ارض؟ يعني يبقى خارجه من عند العدو قصد البيوت. مش كان عندك كام سنه؟ كان ساعتها كنا في مثلا في سنه رابعه ابتدائي. يعني فاكر كويس؟ طبعا فاكر ذكريات الحرب طبعا كويس جدا. وكان صوت الدانه او الصاروخ كان يعمل كده. بعد انا مش عايز اعلي الصوت يعني. بعد كده مصيبه سوداء، وبيطلع بقى شظاي. يعني القنبله دي بتتفرتك ل 100 حته وتطلع شظايا. الشظايا بقى تيجي في رقبه حد، تيجي في ظهر حد. عشان كده كان معظم البيوت بيعملوا عليها جدار على البيبان، حاجز يعني عشان تصد الشظاي ده. وصدر الامر بعد الضرب 6 ساعات. كنتوا بتحسوا بايه في وسط كل ده؟ بص هقول لك على حاجه يعني. الاهالي يعني موقف الاهالي كان ايه معاكم؟ رعب يعني امي الله يرحمها كان دعوتها افسد اسلحتهم يا رب، يا رب وقفهم يا رب، يا رب اللي بيعملوه في المصريين يترد لهم 7 مرات يا رب. يعني انا من اكتر الناس احساسا بالازمه اللي بتحصل في غزه. خد بال حضرتك، لان انا عشت ده، لانك عشت الرعب وعارف ده. كنت طفل برضو. طبعا يعني كنت في عز نومك الساعه 3 الفجر تبص والغاره تيجي تنزلي في الخنادق تحت وانت طفله ما انتش فاهمه حاجه. لما بشوف بقى الاحداث اللي بتحصل بتاعت غزه انا بتاثر جدا لان انا عشتها. انك عشتها. وبعدين كنت زمان بقول ايه مثل بيقول من خرج من داره اتقل مقداره، ما بالك بقى اللي بيخرج من وطنه. ماشي. الوطن ده يعني ملوش يعني، هل هو البابا وماما اللي قاعدين؟ هل هو الحي اللي موجود فيه؟ الوطن ده يعني انتماء، الوطن ده موجود جواكي خلاص. اليمن لما حصل فيها البتاع بيدوروا على وطن وجوم مصر، العراق بيدوروا على وطن. انا كنت بقول في البرنامج اللي انا كنت شغال فيه خايف في يوم من الايام الاقيني انا كمان بدور على الوطن. لا ان شاء الله، لا مصر يعني باذن الله. طبعا طبعا بس. وهاجرنا بقى من الاسماعيليه للشرقيه. وحسيت بغربه الوطن لما من مجرد الاسماعيليه من محافظه لمحافظه. حسيت طبعا بالغربه دي طبعا. ليه؟ او انت ناشئه في بيئه كلها يعني انفتاحيه، وبتتعاملي مع الاجانب وبتتعاملي مع الموجودين فيها قناه السويس، وطبيعه البلد حلوه.
تسعد قلبك القنال وحدائق الملاحه، والاسماعيليه نظيفه يعني بلد الشعار بتاعها ابتسم انت في الاسماعيليه. فجاه تتنقل لبيئه مختلفه تماما، ماشي، حسيت بغربه. مثلا الارض مش متسفلته، التراب. تروحي مثلا تقعدي كده 3 دقايق تلاقي رجليكي طلع عليها 500 حاجه من اللي هم بيطلعوا دول من الصغنطاطين اللي ما حسيتش بانتماء للشرقيه خالص؟ لا ما اقدرش اقول ما حسيتش بانتماء، لان هي قوتني ولمتني في عز ما احنا كنا مش لاقيين مكان. فما اقدرش اقول ما بنتميش يعني. اصلا ابويا رحمه الله عليه مش شرقيه، وامي رحمه الله عليها انت قلت قبل كده ان انت كنت من الاطفال المتحملين المسؤوليه وكنت بتشتغل في الشرقيه. طبعا اشتغلت ايه؟ طبعا ما فيش حاجه ما اشتغلتهاش. اشتغلت في تنقيه الدوده. الولاد الصغيرين الفلاحين يعني يعرفوا تنقيه الدوده ايه. انك بتمشي في الخط بتاع القطن تلاقي لطعه كده عليها البيض بتاع الدود، فبتشيل اللطعه دي وتحطيها في كيس، ماشي، وظهرك بقى ويجي الخولي بالبتاع كده، اي حد بس يشب كده ياخد له واحده بتعمل. اشتغلت في الرز ده لازم ترفعي بنطلون لانه ميه، ماشي، والرز نفسه فيه سكراتش كده حد قوي بيعمل لك في رجليكي، يعني بيخربط فيها يعني زي ما بيقولوا العراقيين يعني بيخربش وتمشي في الميه. ده بتلاقي حاجه اسمها الدنيبه، الرز طالع وجنبيه شجره كده بيسموها الدنيبه، انت بقى تشيل الدنيبه دي اللي انت مش بتلاقي الرز كده، تلاقي بتاعك ده صغنططه عامله زي الترمسايه الصغيره، او مش الترمسايه، سمسميه اهو، ده الدنيبه بقى، فلازم تشيلي هم ده. اشتغلت في عزيق البرتقان، شجر البرتقان بيطلع حشائش كده. ده كان عندك كام سنه؟ وانا في سنه 5 و6 ابتدائي. يعني 9 سنين 10 سنين بالظبط. وغير كده اشتغلت في محل حلويات. غير كده اشتغلت، حطيت صندوق كده ومكتوب عليه، انا كنت بحب الشهرة، انا عايز اتشهر، فاكتب حلويات محمود عامر البتاع دي، يعني الناس هتشوف الكلام ده بيبقى يعني خلاص انا كده وصلت يعني. خلاص. انا جت نتيجة سنة 6 ابتدائي وانا ببيع حلويات في الاتوبيس. يا 6 ابتدائي؟ النتيجة. طب كان شعورك ايه كطفل؟ عندك سخط على اهلك ولا لا خالص بنفس راضية ومبسوط؟ لا انا شايف ابويا وامي الظروف، انت عايشه في بيت وعايشه في مجتمع وعايشه، فجاه لقيت نفسك في الشارع، مفيش اي حاجه، مفيش بقى ثقافه ان انت النهارده الجيل الحالي يعني. ما انا بسال عشان كده، ما يقول لك ايه هات يا بابا اما تيجي تحكي له ده، طب انا مالي، ما انت اللي عملت ده، وانت تعبت وحياتك ظروف كده، انا ظروفي انا مختلفه عنك، ليه عايز تخليني انا زيك ليه؟ طب انت شايف ده يعني الظروف اللي انت مريت بيها دي بتخلي الانسان عامل بتخليه راجل، بتخليه عنده القدره على التحمل ايا كان الصعوبه اللي بيواجهها. خلاص انا رحت اشتغلت في يعني الجلد ده ولا رفاهيه؟ ما انا ما قلتلكيش ان الرفاهيه وحشه برضو، انما انا بقول لك ايه الظروف. يعني لو خيروك توفر لاولادك تقول لهم انزلوا ويعملوا زي انا ما عملت وتعبت، ولا توفر لهم كل وسائل الرفاهيه؟ بصي، لا يعني اعملي الاثنين. ليه؟ عشان يشعر ان هناك مسؤوليه، مش كل حاجه تبقى سهله. بابا انا عايز كده، خد يا حبيبي، مش عارف خد يا حبيبي، مش هيبقى راجل كويس، ولا هيبقى متحمل مسؤوليه، ولا هيقدر بنت ناس يتجوزها يقدر يصرف عليها او يقدر يعمل، خلاص هو متعود كده قاعد انتخى ملوش لازمه. خلاص انا كنت بشتغل في العراق وانا في الجامعه عشان اجيب لنفسي بنطلون واجيب لنفسي قميص في درجه حراره 48 في الظل، ماشي، وكنت بشتغل وكان الدم ينزل من مناخيري، واخده بال حضرتك، عشان ده رحله كفاح طويله قوي، طاقه على انا مش عايز ابويا الله يرحمه ويحسن اليه يتحمل مسؤوليتي، يكفى ان هو جابني، لان هو الظروف. يعني انت كنت بتشتغل عشان تحمل مسؤوليه نفسك بس، ولا كنت برضو بتساعد والدك بساعد؟ ما انا دلوقتي بدل ما اقول لابويا يابا انا محتاج 10 جنيه، ما انا اقدر اجيب ال10 جنيه النهارده. طبعا ال100 وال1000 والحاجات كده ما بتعملش حاجه يعني. الموبايل قد كده ب60,000 و70,000 يعني، الله يكون في عون الابهات بتوع الايام دي يعني طبعا. بس فهذه الرحله وهذا التعب خلق جوايا ان انا ابقى شخص راضي باي حاجه، اي حاجه ايا كانت، وعندك القدره انك تتجاوزي اي مرحله تحصل. طب انت شايف الرضا ده شعور حلو ولا؟ طبعا يعني ايجابي ولا سلبي؟ ده نعمه من نعمه ربنا. البني ادم ممكن بيته يتخرب عشان ما عندوش رضا. ليه؟ مثلا انت متجوزه حضرتك وجوزك على قده مش قادر يجيب لك اللي انت عايزاه، ازاي يعني؟
طب وهاي والبتاع اللي مطلعين له اللي اسمه الكابتن فالنتاين ده لا ده انت لا بس انت ملك الحب، ما تعترضش على عيد الفالنتاين. لا انا اقصد اقول ايه، الحب. لا ما تعترضش عشان الناس هتزعل منك انا دلوقتي. مش معترض، بس انا هقول لك حاجه، هل الحب مجرد كلام يتقال ولا يوم سلوك يعني وافعال؟ سلوك طبعا. ماشي، ولا انتوا بتعملوا اعياد تطلع في بيوتنا زلزال؟ ماشي مشاكل. هات لي دبدوب احمر. طب دبدوب احمر هو الدبدوب الاحمر ده رمز للحب اصلا؟ ايه مش فاهم انا. طب ده دبدوب يعني. وبعدين بص، يعني انت لما تيجي تعملي على طب الفالنتاين، انت يعني فلسفتك كفنان هم ليه اختصروا الحب في اللون الاحمر؟ نفسي انا مش اعرف. عشان الاهلي يمكن طب احنا زملكاويين مش اهلاويين. لا ما انا اسمع اللعبه على فكره بشجع اللعبه الحلوه يعني، ما عنديش العصبيه يعني. انا بتكلم على ايه، ان الحب مش يوم يعني. انا مثلا ايه، لا ما احنا هنيجي للحب بس طيب. خلينا في المشوار الكفاح ماشي. الاول يعني خلينا في الكفاح. الحمد لله. انا بقول لك يعني. طب بعد ايه اللي جابك يعني دخلك الفن بقى؟ جيت القاهره طبعا. ولا الفن كان من الشرقيه؟ لا ما واحنا في الاسماعيليه لما احنا رجعنا بقى بعد نصر اكتوبر 73. يعني قعدت فتره في الشرقيه ورجعت الاسماعيلاوي ما تاني. انا بقول لحضرتك السمسميه. اخدت الابتدائيه أوه. من الشرقيه، اخدت الاعداديه من الشرقيه، هاخد برضو الثانويه من الشرقيه. لا لا تعرف عملت ايه؟ اي والقران الشريف هتضحكي. انا بضحك قبل ما انا قاعد في الامتحان، وبعدين في 7 أو 8 ماده، ايه ده؟ يا نهار اسود، يعني انا كمان هتبقى ثانويه من الاسماعيليه؟ لا مش هينفع الكلام ده. رحت قافل الورقه ومسلمها. ده ايه التحيز الرهيب للاسماعيليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك ده ايه ده؟ ماشي ما كلها مصر بقى. لا بس يعني هو قدام الاسماعيليه. تعالي بقى الافيه العالي بقى، كان زمان بس يعني والله انا فرحانه باللي انا بسمعه ده. انت دلوقتي تلاقي الشباب والولاد ما عندهمش انتماء لبلدهم. لا انا مش محافظه جوه بلد. الجزء الصغير ده هتنتبه للجزء الكبير. صح. الافيه العالي بقى ان انا كان زمان على ايامنا بيذيعوا النتيجه في الراديو 76120 26000 شافوا كده. انا مستني النتيجه اشوف نفسي انجح والله اسقط. طب لما سبت الامتحان ومشيت طب استني ايه يعني. ولما حصل ان انا يعني سقطت وشفت ان انا سقطت، تخيلي زعلت قوي. ياه والله العظيم. وانت ما حلتش؟ ما حلتش ايه ده، سبت مواد او طب زعلت ليه؟ زعلت. طب كنت خدت 2 ثانويه عامه، واحده شرقيه وواحده اسماعيليه. ما فيش الكلام ده. وبعدين بتوع الثانويه العامه الايام دي مرفهين جدا ومش عاجبك خلاص. وممكن تنجحي وعندك مادتين وتاخديهم في ترم تاني. احنا 13 ماده مثلا كنا بناخدهم، تسقطي في ماده واحده فيهم تعيدي السنه بكلهم. ماشي. انما الجيل الحالي فعلا مرفه، ومع ذلك الله كريم. مش عايز بس عشان ما يزعلوش مني. طيب ورحت خدت ثانويه العامه من الاسماعيليه، تمام ماشي. بعدين انا عايزه اعرف بدايه ما اخدت ثانويه العامه من الاسماعيليه وبدات اشتغل مسرحيات في قصر الثقافه هناك. ولما هاجرنا في بلبيس الشرقيه كان في مصنع اسمه مصنع الجود، كان في فرقه مسرح حلوه قوي. انا بقى اتعلمت في الفرقه دي، وبدا يعني عقلي ووعي واحساسي ينضج في المكان ده. خدت الثانويه العامه وكان ممكن اروح الزقازيق في جامعه الزقازيق، قلت لا انا عايز القاهره بقى خلاص. اي حاجه في القاهره. ليه القاهره؟ عشان الفن. طبعا. العالم العربي كل من يريد ان يبقى نجم ياتي الى هوليود الشرق مصر. شئنا ام ابينا يعني، برغم كل اللي بيحصل ده لكن مصر برضو. فجيت القاهره ودخلت كليه الخدمه الاجتماعيه. خدمه اجتماعيه؟ ما دخلتش حاجه؟ لا في جاردن سيتي. فالخدمه الاجتماعيه اساسا بتتعاملي مع بشر، سواء حالته فرديه او في وسط جماعه او في المجتمع ككل. ودرست علم النفس، درست الاسره والطفوله، وكان كل هذه الاشياء نفعتني في التمثيل. تاهيل انت تعملي شخصيه دي اللي بعد اجتماعي، بعد نفسي، بعد عقلي، بعد اقتصادي، واتيفر ده، فبتفيدك. جيت اول حاجه في عمري عملتها دخلت المعهد الفنون المسرحيه. ايوه وسقطت. ما توقعش محطه منين. هو انت بتحب السقوط ليه؟ ثانويه عامه. لا ما انا ما كنتش عارف حاجه. انا كنت يعني ايه، واحنا في المدرسه انا بمثل واد حلو وكده وحاجه ومطقطق او كده. طب خش المعهد بقى خلاص، ما اتاري له تحضير وله مشاهد وله حاجات من دي كده. وتخش المعهد كده تلاقي واحد يقول يا استاذ حفيه لا حافظين بقى الروايات والحاجات الكبيره. وانا داخل اقول لهم كان مين ساعتها في المعهد؟ كان الله يرحمه استاذ كرم مطاوع، والله يرحمه ده عمالقه، كل عمالقه الفن في مصر. واستاذ سعد اردش واستاذ عبد الرحمن عرنوس يعني ده دول بتوع المسرح. واستاذ محمد توفيق. يا سلام.
واللغه العربيه بقى طبعاً. والاداء والالقاء طبعا وعالم تاني طبعا. خالص. فانا رايح اقول لهم ايه، النيل في بلدتي يفيض كل عام، والجوع في بلدتي يا سادتي يزيد من عام لعام. بتروح لماما يا بابا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ماشي 5 ابتدائي. راح. فلما عرفت بقى ودخلت الجامعه قلت لا ده لازم امثل بقى في الجامعه، ما فيش. فالخدمه الاجتماعيه قريبه يعني، فجمعه عايزين نمثل. وفجاه انا جيت دخلت عندهم، قالوا لازم تبقى عضو اللجنه الفنيه عشان يبقى ليك صوت تقول طب انا اللجنه الفنيه ده لسه داخل اخش لجنه بيصعبوها فنيه عليك. المهم يعني قلت لهم لا انا عايز مخرج بجد، لان لقيت واحد قاعد على الباب يا استاذ محسن تعالى. هو ده في ايه؟ احنا عايزين مخرج بجد عشان نستفيد منه. فجبنا الله يرحمه ويحسن اليه استاذي ومعلمي وله الفضل من بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا، استاذ محسن حلمي رحمه الله عليه، زوج الفنانه سلوى محمد علي. هذا الرجل له الفضل عليا حتى ألقى الله. ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا علمني يعني ايه فن، يعني ايه اخد الشخصيه، يعني ايه اعيش فيها، يعني ايه اسستمها، يعني ايه ايقاع، يعني ايه كده. وخلصت الجامعه كليه خدمه اجتماعيه، اروح بلدنا بقى لا ما ينفعش. دخلت حلم النجوميه اكاديميه الفنون. انا كنت ابويا تاجر فاكهه، كنت الم منه الفلوس بعد ما يخلص المبيع في اليوم وقعد امسك القلم، انا اللي بوظت العمله. كاتب عليه محمود عامر ممثل مسرحي هاوي محمود كده. فجه واحد قريب رحمه الله عليه قال لي ده انا كنت هبعت لك، وقعت ايه في واحده في ايده يعني، انا كنت هبعت لك واقول لك بطل كذب بقى، وانت لسه خدت الاعداديه عشان تعمل الكلام ده. فدخلت خلصت الجامعه ودخلت المعهد في المسرحيه. الكلمه دي كانت حافز وقابلته. قلت له على فكره انا دخلت الجامعه ودخلت معهد فنون مسرحيه وانا طفل صغير وعندي رغبه وعندي طموح، كان لازم انت تقول لي برافو عليك شد حيلك اعمل الكلام ده، انما تقول لي بطل كذب بتاع. انت بتاخد الكلام السلبي وتقف عليه. بص حضرتك الهزيمه مش هزيمه طول ما في ايدينا العزيمه، طول ما في قلوبنا الايمان. عمرك ما تحبطي ابدا ماشي. وعرابي لما انهزم في التل مره زمان لا انهد حيل البلد ولا قلت الفرسان ولا رواه التاريخ كسروا في يوم الالم، والشعب بصموده هيكتب قصه للعنوان. اسماعيلاوي. اسماعيلاوي. وبعدين عايزه اعرف بس بقيه الرحله. وانا في سنه اولى معهد جه رحمه الله عليه، انا كلهم طبعا رحمه الله عليهم. انت اول عمل فني كان ايه؟ كان مسرحيه الشخص. كان مسرحيه الشخص. عملتها مع الفنان عفاف راضي والاخوان رحباني. عفاف راضي. واخراج مين رشحك ليها؟ احنا كنا طلبه في المعهد، استاذ جلال الشرقاوي يعني. جلال الشرقاوي كان موجود عندنا، وكانت على مسرح البالون، مسرحيه غنائيه استعراضيه رهيبه. وكان دورك فيه استعراض ولا تمثيل؟ لا بس كان دوري الراجل اللي هو البيلوت التيبت ده اللي اشترى العربيه، اللي خدها من البنت البياعه، فالبنت البياعه رزقها كله على العربيه دي ماشي. وتعمل محكمه بقى وكده، لان البنت المياعه واقفه في الطريق، فالشخص اللي هو ونجحت في الدور ده. طبعا الحمد لله. اراء النقاد واراء بص حضرتك يعني والله العظيم ما غرور ولا اي حاجه. لا مش غرور طبعا، حضرتك علم يعني. في المقدمه قلتي ان بياخد اي دور بيعلم فيه. انا بعتبر اي فنان حقيقي اي ما كان حجم الدور هو بطل. يعني انا بروح مثلا اعمل انا عملت في مسلسل اعمل ايه. لا ما انا مش عايزه انط، خلينا محطه بس. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد الشخص دي كانت البدايه مع عفاف راضي على المسرح. تمام. ورحت اشتغلت في الاذاعه في برنامج كان اسمه انت والقانون. انت والقانون ده كان بيجيب قضيه والحكم فيها ايه عشان يعرف المتلقي ايه القضيه وايه الموضوع ده وكده. فالاذاعه برضو ليها فضل عليا منذ ان دخلت الفن حتى هذه اللحظه. يعني انا مثلا فادتك بايه؟ فادتني بايه؟ ان انا استطيع ان اتعامل مع شخصيه فوريا. انا بمسك الورقه كده. او ولا فادتك ان انت توصل تخليني اتخيل بالصوت. ما هو كده الاذاعه كده هتتخيلي بالصوت، لان من غير مكياج من غير اكسسوار. انا سامعه صوت بس. انا عايشه معاك الحاله وعايشه معاه وبتقول الكلام ده. فانا اول حاجه عملتها في الاذاعه كان في اذاعه القرآن الكريم وفي انت والقانون. وبعدين اخذوني في مسلسل حتى هذه اللحظه بقى لي 35 سنه فيه، مسلسل عائله مرزوق افندي في البرنامج العام. كنت انا ابن الاستاذ فؤاد المهندس رحمه الله عليه، وحتى هذه انا دلوقتي بقيت كبير العيله.
ده انت اتعاملت مع عمالقه. يعني اتعلمت الالتزام، اتعلمت الاحترام، قيمه الوقت. يعني مثلا ايه القرد بتاع حضرتك في الاذاعه، العمل مع استاذ فؤاد المهندس كان عامل ده ازاي؟ ده الجمال كله. ده اللي ما اشتغلش مع استاذ فؤاد المهندس ولا استاذ عادل امام يبقى ما اشتغلش. ايه التواضع ده، ايه الجمال ده. خلاص انا في مره من المرات ايه بقول له ايه بابا، انا مش عارف كنت بقول له بابا ما هو انا ابنه. خلاص. فانا صوتي في الحنيه تحس ان انا عبد الحليم، مش انا. هو قال كده، قال لي ولا ده انت صوتك زي عبد الحليم يالا. قلت له والمصحف الشريف انا بعمل حاجه مش هو كده. هو كده. انا فكرت ان دي ممكن تبقى مشكله ولا حاجه يعني. توالت الاحداث وتوالد الموضوع، واتخرجت من الاكاديميه. حتى استاذ كرم مطاوع رحمه الله عليه يعني كان في موقف حاد جدا ما بيني وما بينه، بس طبعا لا داعي لذكره دلوقتي. لكن له الفضل عليا انه برضو اداني اصرار واداني عزيمه ان انا اثبت له عكس اللي هو قال. دايما بتاخد اي حاجه تحدي، اي تعليق سلبي انت بتاخده. بالظبط انت مش هتكسرني، انت مش انا هثبت لك عكسه. انت خلاص. لا يعني في مره من المرات على سبيل المثال وانا طالب في اعداديه، خلاص، فبابا رايح انا عايز اخد درس في الرياضه، واحنا كان عندنا عيبه جدا وسبه انك تاخد درس او تخش مدرسه خاصه ليه لا سهوله يعني. فبابا رايح يقول للراجل انا عايز ادي ابني درس، كان اسمه فيليب رحمه الله عليه. هو بيتكلم كده، قال له ابنك محمود عامر؟ قال له ايوه. قال له ابنك ده لا وفي قرار جمهوري برفض الطلبه من المدارس، اول ما يترفض ابنك ده ما ينفعش غير انك تمسكه طبلة وطار ويمشي في ابنك لما يعني خلى الدنيا خل. انا قاعد بتفرج على التلفزيون عند خالي رحمه الله عليه، ودخل عليا بابا فتح الباب كده لقينا قاعد ديش قلم بقى، النور قطع احمر اخضر، انا مش فاهم حاجه في ايه ماشي. فقال اللي قالوا الكلام ده، قلت له مش عايز اخد درس، مش عايز. وما كانش عندنا نور، كان عندنا لمبه سهاري، عارفينها طبعا لمبه سهاري. انا عارفاها. ايوه اللي هي بتعمل كده اصل انا بحب اي حاجه من زمان، فانا عارفه كل اي حاجه هتقولها انا عارفاها. تشم حضرتك، اعتبرني معاك من ايام العدوان، مفيش مشكله خالص. تشم حضرتك الجاز اللي موجود جوه الله على ريحه الجاز دي جميله والله. تعملي بالمناديل كده تلاقي سواد، ومع ذلك كنا بنشتغل. فكان في مسجد في شارع سادات في بلبيس كنا مهاجرين فيها، كان في عمود نور فوق، كنت بقعد تحت عمود النور عشان اذاكر، والقلم ده شغال معايا. وكنت بقدم برنامج في المدرسه اسمه قطار المفاجآت. كنت بقى اي مدرس، بس المدرسين اللطاف اللزاز اللي ما بيش يعبطوني بعد البرنامج يعني. ونجحت بقى، عملته جو جامد جدا. فجينا ابويا كان في كليه، لا قصدي نجحت في الرياضه. في الايه؟ ما لسه ما جاي لك. ابويا كان في كليه طيران، من عند المدرسه اللي انا كنت فيها لغايه كليه طيران 6 كيلو ماشي. فانا كنت مشهور في المدرسه، فالفراش كده بقى زحمه بقى النتيجه عشان ياخد ال5 جنيه ولا ال10 جنيه كده. فقال ابو عامر، انت ابو عامر؟ قلت له ايه الموضوع ده؟ قال لي هات. قلت له انت عايز اديهولك؟ قال لي مبروك وبتاع كده ماشي. اقسم لك بالله الالم وجعني دلوقتي حسيت بيه، ساعتها ما حسيتش. والدموع على خدي وراكب العجله عارفه اتقدم مش عارف بتاعت احمد الله يرحمه يعني. وصلت لغايه بتاع مفروض ممنوع، دي قاعده جويه كليه طيران ماشي. الناس بتوع الامن واقفين على الباب، قال لي في ايه بتاع؟ قلت له اروح عشان اقول لبابا ان انا نجحت بس. ورحت داخل عشان تثبت له ان وبقت كده قلت له انا نجحت وما بقتش كذا طبعا مش عايز استدعي الحال عشان ايه ما اتنيش ماشي. فكده فخدني في حضني وقال لي وحد الله بس اهدى وجاب لي ساعه هديه رحمه الله عليه يعني كده. بس هذا ملخص سريع للحياه يعني. انت دايما بتاخد اي حاجه سلبيه تتقالك تحدي عنيد. مش عنيد، عندي اراده، لان كل انسان مهما كان عاجز فلديه قدره واراده. بتطلع امتى؟ ساعة التحدي والألم. طب عملت أدوار مهمة وفي علامات مهمة جدا زي ما قلنا، ليالي الحلمية صح كده؟ ورأفت الهجان طبعا، وابن حزم وعصر الأئمة. طب أقول لك على حاجة لابن حزم، عمرك شفت في الدنيا ممثل يعمل فيه شخصيتين؟ عملت فيه شخصيتين أو كتاب الله ومحدش خد باله؟ مش محد. هقول لك على الموضوع. غيرت الكاركتر بالميك اب ما هقول لك. انا استاذ حسام الدين مصطفى رحمه الله عليه كان عاشقا للممثل، كان حابب الممثل قوي. فجيت انا اتعرفت عليه بتاع وعملت شخصيه الراجل اللي هو المؤدب بتاع البنات.
انا شغال عند الامير يعني، وبروح اشوف البنات اللي هي الحلوه دي اللي هي تبقى جاريات عنده يعني، فانا المؤدب بتاعهم. واديت مدام تيسير فهمي علقه جامده قوي في الشغل يعني. فاربع حلقات الاولانيين خلصوا. فاستاذ ففي شخصيه ظهرت في الحلقه 24 و25، فقال لهم هاتوا لي الولد محمود عامر. قال له استاذ حسام ده عمل شخصيه، قال لي ايه المشكله يعني ده كده تبقى كده وخلاص. وده في الحلقه بتاع غيروا لك وغيروا لي مكياج وعملت شخصيه تاني اللي هو اللي عند المأمون. بس دي مش بتحصل كتير اصلا. اقسم بالله هو الراجل شايف ان انت كويسه وشايف ان انت متضايق جدا ان دوري خلص في الاربع مشاهد. جيت بعد كده عملت مسلسل اسمه ايام المنيره. طب لا انا عايزه اعرف تجربتك في رأفت الهجان. رأفت الهجان انا كنت احد المخابرات المصريه اللي هم كانوا موجودين على السفينه لما رأفت الهجان وهو رايح اسرائيل. ماشي. كان كل الناس في الجزء الاولاني انه قافل على انه هيروح اسرائيل، ففي حاله من الوهج، الناس مستنيه طب ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيعمل ايه وحاجات من دي. احنا بقى اول حاجه على السفينه وكان معانا. كنت بتشوف التفاعل مع المسلسل ده في الشارع المصري بقى؟ ما كانش لسه في سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله، كان تفاعل مباشر بينك وبين الجمهور. حتى الان الناس فاكرين. بتشوف الحاله دي ازاي؟ حاله رأفت الهجان في الشارع المصري كان عامله ازاي؟ احنا كان عندنا حاله انتماء وطني غير مسبوق. كان المصري على حق، كان بينتمي للبلد. وانا بقول دايما بقول ايه، الله علينا ساعه الشده لما نتجمع، الله علينا مهما حصل لك. وبدليل اللي احنا فيه دلوقتي، الناس تعبانه من غلو الاسعار، الناس ظروفها طين، الناس لكن لما حسوا في خطر بيواجه المصريين الدنيا اتقلبت. خش شوف السوشيال ميديا شكلها ايه، كلم اي حد يقول لك لا لا مش وقته مش وقت. وشاء السمين عليم ان احنا الايام دي في رخص في الاسعار غير مسبوق. يعني عمرك حضرتك شفت الطماطم ب 3 جنيه؟ خالص. عمرك شفت البطاطس ب 7 جنيه؟ انا هتجنن مش فاهم بس مبسوط طبعا ايه عشان الناس بتاع. فاحنا محتاجين اعمال تاني للاعمال اللي هي يعني زي ما انت شفت مثلا بتحمس الروح الوطنيه. شفت الفيلم الممر، الناس كانت على القهاوي زي المطوشه بتتفرج عليه. ليه؟ لان هو جواه كده بيحب بلده وعايز. يعني مسلسل الاختيار رجع انا ما اشتغلتش في تاني الاختيار. رجع تاني يروح رأفت الهجان. والممر فيلم الممر خلاص موجوده عند الناس. ودلوقتي زي ما انت حضرتك بتقولي ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان هو قناه اولى والثانيه وبعد الساعه 12 بتوش. ماشي. طب ليالي الحلميه اشتغلت في انهي جزء؟ في الجزء الرابع او الخامس كنت اللي هو ضابط المخابرات. لما كانت برضو دي كان تفاعل رهيب مع طبعا ده كان جواز مرور نجوميه. وهقول لحضرتك يا استاذ وتتر ليالي الحلميه لحد النهارده. ماشي هقول طبعا استاذ اسماعيل عبد الحافظ يا رحمه الله عليه. انا جيت وهم عملوا تترات عشان مشغولين فنسيوا يحطوا اسمي ولا صوره ولا حاجه، وانا قاعد تعرف مستني يعني اسمك يطلع في التلفزيون وخلاص. انا عملت ولا حاجه، كان هاجيني شلل. طب اعمل ايه؟ فرحت استاذ اسماعيل قلت له استاذ اسماعيل حصل كذا 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 وبتاع. انا عارف ان محدش يعرفني غير امي بس انا عايز افرحها تلاقي ابنها يعني موجود على الشاشه بتاعي. عارف عمل ايه؟ الله يرحمه حسين إليه، غير التتر. بعت المخرج المنفذ اقسم بالله يروح للتلفزيون ويسحب الشرايط ويسقط صوره محمود عامر صوره بحالها وسط المسلسل. طب انا قاعده دلوقتي بسمع تاريخ طويل جدا. انت شايف ان لما الانتقادات اللي جت والناس كلها اختصرت كل التاريخ ده في ترند لمحمود عامر، ان محمود عامر تزوج في سن 69، كنت شايف ان ده ظلم؟ ولا بص كل واحد بيشوف المسألة من منظوره الشخصي. انا لا ضريتك ولا خدت من جيبك فلوس ورحت بيها ولا ارتبطت بحد انت كنت عايز ترتبط بيه. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لا بتكلم شعورك انت حسيت ان هم اختصروا. هم في ناس كتير انتقادات كتير قالت محمود عامر يتزوج في سن 69 بحثا عن الترند. ترند ايه؟ وانا عملت حاجه؟ ده ظلم يعني. ده طبعا ظلم باين يعني كده داسوا على كل التاريخ والتعب والشقه. بص حضرتك انا خدت شتيمه تكفيني 30 سنه قدام خلاص. والناس ما تعرفش يعني ما تعرفش الكواليس المواضيع ولا الحكايه. وفي حكمه بتقول من حسن خصال المرء تركه ما لا يعني. ده انا ما ضايقتكش في حاجه ولا عملتك حاجه بتاع، وبعدين عدى وراح بحلو وبمر الحمد لله. وانا ما اتضايقتش ان دي يعني
شهرة لمحمود عامر ان انا هشتهر بسبب الموضوع ده؟ انا هشتري، اقسم بالله ما عملت حاجه ولا انا ليا دخل في حاجه. ده هي المساله كده جت كده ولعت ما في ثانيه. كنتش قاصد. انا بدليل ايه؟ ان انا عازم 65 واحد 65. بس. طب حضرتك كان ليك تجربة زواج قبل كده من جوه الوسط الفني صح؟ اكيد والحمد لله يعني. استمرت كام سنة؟ 34 سنه. طيب انت انفصلت ولا تزوجت وهي على لا 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 لا, لا. كنت منفصلين يعني، وبشكل موضوعي جدا، وكل واحد عنده اسبابه يعني. وبعدين يعني ايه الاسباب اللي تخلي جواز 34 سنة ينتهي بسرعة؟ ربنا مش ما لا بس بيقدم اكيد ادم في اسباب. ايا كان الاسباب ايه، ما كل واحد عنده اسباب. لكن غيرة مثلا فنية مثلا ما لا مالهاش عشان انتوا نفس علاقه. الوسط. انا ما اعرفش لان اسبابها عندها هي مش عندي انا. لاني يعني الانفصال ما كانش بسبب. لا 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 لا, لا خالص. امال ليه الضجة اللي حصلت دي ما دام مش انا. طب ليه ناس اتهمتك ان انت غدرت بيها؟ ما عشان ما يعرفوش. عشان ما يعرفوش. بس الناس اللي عايزه المثل بيقول لك اللي ما يعرفش يقول عدس. يعني الهجوم ده كان دفاعا عنها مثلا؟ ما هو تحيز ليها؟ ناس كده وكده دايما دايما لما يبقى فيه اي موضوع بتلاقي دايما يجيبوا العيب على الراجل عينه زايغه، الراجل مش عارف. طب ما انت ارتبطت بعد الانفصال بقد ايه؟ ب6 اشهر. ب6 شهور. طب ما في ناس ممكن تقول لك ان انت ضحيت بسرعه جدا وجريت اتجوزت. ما تستنيت شويه. ما هو انا حضرتك قبل ده انا ما يمكن علشان كده الناس اتضايقت قالوا ده 6 شهور. ما هو بص الناس ما تعرفش. يعني ما تعرفش كواليس الحكايه، وانا خلاص يعني الموضوع ده قوت البحث، فمش عايز يعني افتح فيه تاني يعني. لكن احنا يعني معانا شويه عايزين نسال. ماشي، ما انا بقول لك باختصار شديد جدا. خطوات كتبت علينا مشيناها، ومن كتبت عليه خطاه مشاها. ده قدر ربنا بس. طيب الجواز الجديد اللي عمل قلق ده قصه حب؟ الحمد لله والشكر لله. يعني ابتدى قصه حب. انا كنت بقول الحب مفتاح الفرج بس. طب قول لنا قصه الحب دي ابتدت ازاي؟ لا ده موضوع تاني، خلينا في الفن معلش. لا عايزين بعد اذنك معلش. طب انت شايف ايه اكتر حاجه استفزت مشاعر ولادك في الجواز؟ الناس يعني انتقادات الناس هي اللي ضايقتهم اكتر؟ لان يعني كان في الفاظ مش لطيفه ولا ان باباهم اتجوز؟ لا 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 لا, لا 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 خالص خالص. ما هم يعني شايفين الحكايه وشايفين المواضيع. انا ما عملتش شيء يغضب ربنا ولا شيء. يمكن شافوا ان انت يعني يعني استغنيت عن مامتهم بحد تاني بسرعه. مش 6 شهور. ما هو 6 شهور دول برضه هترجعني للحكايه. 6 شهور دول مش بتوعها يعني، مش دول في قبلها سنه وشويه يعني. كان في مشاكل قبل. طب تيجي اقول لك على حاجه؟ قول. اقسم بالله اللي انا بقوله لك ده ما قلته في حته. ماشي قول. انا قعدت في دار المسنين 6 اشهر. ياه. بس ومدين تفاصيل. لا مش هسأل تفاصيل خلاص. طبعا احتراما ليك. طب طبعا يعني اديني عقلك بقى لما انت بتبقى قاعده وتقعدي وانت عندك بيت واثنين وثلاثه واربعه وتقعدي في دار المسنين. ليه؟ لان انا ما اعرفش اعيش لوحدي. انا شخص اجتماعي. ما تقدرش تعيش. بالاضافه في مثل بيقول لك معزوبيه الا بعد جواز. فما ينفعش انا متجوز بقى 34 سنه واعيش لوحدي. طب طلع لك اكتر من فيديو وانت بتتكلم فيه عن علاقتك باولادك بعد الجواز بصي هم فهموا المساله غلط. خلاص لا مش عايزه اسال هم فهموها ازاي. انا عايزه اسال حضرتك انت مشاعرك انت كأب. وانا طالع ببرر لهم قدام الناس وببكي. كانت مشاعرك عامله ازاي؟ البكا ايه يعني؟ المذيعه يعني اخت عزيزه علي هي ضغطت عليا. انا كنت متجوز بقالي 4 5 ايام او 6 لسه طازه يعني ماشي. فكلمت ولادي 2 3 ما كانش في حاجه يعني. ممكن يبقى نايم، ممكن يبقى بيسجل، ممكن. انا ابني مدير تصوير وابني التاني مونتير وبنتي مطربه تاخد بال حضرتك وملحنه ولحنت لاصاله ماشي. لان انا موجوع من جوايا بقى اوفر قوي ان هم ما ردوش عليا وهو ظروفهم ما فيش اي حاجه خلاص. يعني هم تقبلوا خبر الجواز عادي جدا بعد كده؟ لا هم مش مساله دلوقتي عادي. دلوقتي متقبلين. لا مش اي حاجه. بس انت في وقتها حسيت دي مشاعر جحود منهم؟ لا خالص خالص. انا اساسا ما عزمتهمش على الفرح. ليه؟ احتراما لمشاعرهم. بالظبط. خلاص. ولو ان ده جاب يعني نتيجه عكسيه. ان نفاجئ بده. انا ما قلتش حاجه خالص وما كنتش عامل اي حاجه. انا بقول لك صديقي مخرج حضر الفرح فكتب 1000 مبروك وحط صوره وحته من الفيديو. الموبايل كان هينفجر. طب انت شايف الحب ممكن يجي في اي سن؟ في اي سن.
طول ما قلبك بيعمل تك طب تك فرق تك السن مش عائق؟ لا هقول لك ايه، انت لما يبقى في فرق سن رقم، المهم ده وده، الروح. انت دماغك متوافقه مع الشخص اللي قدامك، وفي احتواء، وفي اوبن مايند، وعقل متفتح للحكايه. بس انت في خلاص. مشاعر عشتها هي من حقها تعيشها، يعني مشاعر مثلا انت اب هي من حقها تعيش مشاعر تبقى ام. اكيد طبعا. عندك استعداد تبقى اب؟ طبعا طبعا، ان شاء الله قريبا باذن الله، ان شاء شاء الله الله. ان شاء الله. ليه؟ لان ده حقها. ماشي. وانا شخص مش اناني، انا بحب الخير للدنيا كلها. ماشي. ولما تبقى في انسانه تنتشلك من فتره ضياع رهيبه جدا كانت تودي بحياتك الى منطقه اخرى، لا دي تتشال على تتشال الدماغ من على فوق بس. طب لو اتكلمنا عن علاقتك بولادك، ناخدنا بقى لعلاقتك انت بباباك ومامتك او باهلك. انا عايزه اعرف، عارفه ان العلاقه بينك وبين والدتك علاقه خاصه. انا امي رحمه الله عليها يعني كانت بتحبني اكتر واحد، ما اعرفش ليه، عارفه يعني يعني اخوات كلهم حب، بس انا كان ايه، كان دايما دم، الام بتقول بحب اللي يراضيني، كان دم خفيف شويه على قلبها. ولا بتراضيها اكتر؟ ماشي. لا بقول لك كان دم خفيف، حتى كان ايه اما بابا يزعلها رحمه الله عليهم جميعا، يزعلها وعايز يصالحها فمش عارف، يقول لك ايه، مين يضحك امه وياخد ربع جنيه. ماشي. فيجي محمد اخويا يعني ما عندوش بتاع كده، انا بس مجرد ما اعملها اقول خلاص الاقيها مفصلها سامد وقاعده تضحك وبتاع، واخد الربع جنيه. بالاضافه الى ان انا اكتر واحد من اخواتي اتغربت. يعني انا بعد الثانويه العامه خرجت من اسماعيليه، حتى هذه اللحظه ما رجعتش. ايه اكتر موقف تفتكره لوالدتك مش قادر تنساه؟ امي رحمه الله عليها، ابويا كان بيضربني لان كنت شقي، بس ضرب من الخوف مش ضرب ضرب من حنيه. كده. ففي مره بقى ربطني بالايه، بالجنزير كده زي بتوع الحاوي اللي هو الشغيق، لا بالحبل سوري، اللي مين يفكني معاه حاجات من بتاع. فانا كنت ساكنين في الدور الاولاني، فخلاص انا هتجنن من الربطه المنيله بنيله دي. فعملت فيها إيه؟ لحد ما فكيت الحبل. ماشي. وعملت كده، ورحت مدلدله من البلكونه، ورحت ربطه من البتاع وعمل فيها طرزان بقى، هنزل الكلام ده. فالناس من تحت صوتوا وهللوا بتاع يا مكرور مش حاجات من دي بتاع. تفتكري ابويا جه عمل ايه؟ ها انت مذيعه شاطره يعني، حتى حط اكيد اقتراح يعني عبطك. ماشي. لا دي خد بتاع زمان، لغه بتاع زمان خدني دي. حضرتك من ايدي، قال لي حبيبي انت لو انت نزلت من هنا طب ايه ده كان هادي جدا اهو. هتتكسر، ده اول مره يعني. هتتكسر وهقعد اعالجك سنتين 3. راح واخدني على السطح، يعني عمل اللي انا قلته. خدنا على السطح بقى، ننزل من هنا من غير حبل يعني. بس فكنت اهرب من ابويا يعني، وامشي كده. اللي بيدور على مين؟ الحنيه بقى كلها. امي رحمه الله عليها. فيعني ايه، انا عارف بتمشي ازاي، فعشان ما تتعبش فاقعد لها في نص الطريق كده. بعدين انا غرقت في القناه مرتين، وميه وطلوع وحاجات منه كده بتاع، وهي موجوده. كانت لسه والده اخويا حسين، قالوا لي الحق محمود غرق في القناه. طب اقول لك على حاجه، دعت على القناه الهي يقفلوه، 7 سنين اتقفلت القناه. يا خبر ابيض، والله العظيم 3. كان ليك قصه مع وفاه والدتك صعبه قوي. انا كنت مؤلف مسرحيه اسمها اسعد سعيد في العالم. وكان بيمثل معايا الله يرحمه محمد ابو الحسن بطلها، جت على مسرح الطفل. وكنت مستني امي تحضر العرض المسرحي، وكانت لسه متوفيه ما كملتش يعني حبه كده. فجيت في الاخر قلت كلمتين ولقيتنا وجبت سيرتها، كان المفروض، وما مسكتش نفسي والدنيا باظت. لولا ان المخرج حسن يوسف دخل يعني قلب الدنيا وكده وبتاع عشان الناس ما تقفلش خالص يعني كده. فرحمة الله عليها. انا مش عايز بس استدعي الحال عشان ايه، انا دمعتي قريبة ومشاعري شوية صعبة يعني. تفتكرها لحد دلوقتي؟ طبعا طبعا، وبدعي لها في كل صلاة، في كل صلاة، ان عمرها ما زعلتني، عمرها ما حرمتني من اي حاجة، وكانت مكافحة يعني. كانت بيجيلها كاميريرا فرنسوية في البيت، والست اللي يعني هو الحزن على فراق الام والاب ممكن مع مرور الوقت يقل زي ما بيقولوا؟ مين ده بيزيد لان انت بقيت يعني شايفاهم في كل حته، ذكرياتك بتوحشك. طبعا
طبعا رحمه الله عليها، رحمه الله عليها. وفي مواقف كده فجاه كده تلاقيني وانا لحظة وفاتها طلبوا منك انك تشيل من عليها ما قدرتش. ما قدرتش؟ لا بلاش والنبي، عشان بليز من فضلك. ما قدرتش اللحظة دي. ما قدرتش. انت جايب الحاجات دي منين؟ احنا معانا محمود عامر طبعا. لا الحاجات دي يعني فعلا يعني لحظات صعبه جدا 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 فوق ما قدرتش تشيلها؟ ما قدرتش. اصل امي رحمه الله عليها يعني. مين اللي شالها الاجهزه من على والدتك؟ انت بتتكلم على ده؟ لا كان بنت عمي قبل الوفاه على طول ممرضه في المستشفى، وهي كان عندها المرض الوحش في البنكرياس. فكانت بتروح تاخد كيماوي وبتاع، وفجأة جالها يعني شبه غيبوبة، فحطينا على الأجهزة. فبنت عمي ممرضة وشايفة الحالة يعني، قالت لهم يا اخواتي ان هوبليس كيس يعني، ده كله عايشة على الأجهزة لأنها إكلينيكيا طلبوا منكم حد متوفى. فده لازم في القانون بتاعهم الدكتور ما يقدرش يشيل الأجهزة، لازم واحد من الدرجة الأولى، ابنها جوزها بتاع يعمل الكلام ده. أنا بعيد عنك، قلت لي هيمد ايده عليها موته ماشي. فكله نزلت السلم عشان نروح بره المستشفى كده 3 دقايق، البقاء لله. اديني عقلك بقى، لو كان حد شال المسألة دي كان ايه الموقف؟ كان هيعيش طول حياته شايل ذنبها. كانت خفيفة قوي بس بص ابويا وامي كان عنده، انا بتعلم منهم، او هم ادوني نعمة الرضا، ونعمة ان انا ارضى باي حاجة، ونعمة انك انت يبقى عندك القدرة انك تخدمي فلان او تدي علان او كده وبتاع، ومفيش حاجة. انا الناس بتقابلني من غير ما اعرفهم، يقول لي ايه يا محترم يا ابن يا متربي وانا ما قابلتوش ما اعرفوش بتاع. ففي علاقة حميمية ما بينك وما بين المتلقي لده، الفضل لله ثم لابويا وامي اللي زرعوا فيا هذه البذرة الطيبة النقية يعني. مش بشكر في نفسي بس بقول كده بس. طب في محطة مهمة بقى، المداح. بص انا هقول لك من الاخر، اللي هتفوته حلقه من المداح لا هيهدى ولا يرتاح وهيقعد يفكر فيها من المساء حتى الصباح. ده الجزء الخامس اللي هيتعمل. الجزء الخامس. انت مشترك كل الاجزاء؟ الاجزاء ال4 اجزاء الحمد لله رب العالمين. انت بقى مع المداح والحاله ايه الكواليس اللي بتحصل؟ احنا متوقعين احنا بنبقى خايفين واحنا بنتفرج، انتوا بتبقوا عاملين ازاي؟ ولا حاجه، مفيش رعب؟ انا بترعب وانا بقرا مش بتفرج وانت بتقرا. انت مؤمن اصلا بالعالم ده؟ طبعا موجود. طب في حاجه حصلت غريبه اثناء كواليس؟ طب اقول لك على حاجه والله العظيم انا معايا مصورها يعني. انا بقالي 4-5 مرات ابقى خارج من باب الشقه، لقيت قطه سوداء قاعده لي على بتاع اللي بنفتح فيها. ده بعد ما ابتديت تصوير؟ والمصحف يعني ممكن تبقى بالصدفه، لكن خلاص امشي بس امشي ماشي خلاص خليك قاعد. قفلت الباب وعدت كده ورايا، نازل على انا في الدور الثالث، نازل على السلالم ماشي ورايا، رحت لغايه العربيه ورايا، نهار اسود ومنيل، بفتح الباب عايز اقعد، قلت لا مش للدرجه دي بقى خلاص ورحت قافل البتاع. مره تانية نازل، كنت بعمل دوبلاج في مكان ما يعني، نازل لقيتها قاعده لي على العربيه ماشي. لا قلت لهم لا يا امينه، دي جايه لك من المداح؟ لا قلت له لا يا امينه يا جماعه مش للدرجه دي، مش للدرجه. قال لي على فكره مش صدفه المؤلف يعني بتاع هش ما تهشش، مش عايزه تمشي قاعده على العربيه. ركبت العربيه خلاص، طب هتحرك، انا خايف اجري هتقع تموت فيها وبتاع، فماشي بالراحه. مشيت معاها شويه وبعدين خلاص راحت سايباني وماشيه. هي اللي قالت خلاص؟ لا ما معناها يعني بالرياكشن يعني، مش هتقول خلاص مش الدرجات دي يعني. ما المداح انا خايفه منه. لكن انا عايز اقول لحضرتك اهم ما يميز المداح النجاح مش بيجي كده صدفه، لا. اولا حاله الحب الموجوده في العمل، انك بقيت عشره. استاذ احمد سمير فرج من المخرجين اللي ترتاح لهم قوي، هادي جدا جدا. اضيف الى ذلك بقى امين جمال، وليد ابو المجد، شريف يسري، ال3 شباب المؤلفين اللي يعني ما شاء الله عليهم الله اكبر يعني، ربنا يديهم ابداع اكتر واكتر.
حابين المساله يعني. تيجي بقى للنجم الليله كلها حماده هلال، انا بقول له انت ربنا صارف لك، لان محبه الناس دي نعمه من عند ربنا. انت مع المسلسل لما يتكرر ليه اجزاء كتيره؟ بصي طالما ناجح في موضوع، لا انت مش بتستغل النجاح. انت عامله اساطير، الاساطير بتخلص؟ لا، اساطير لا تنتهي. الجزء ده بقول لحضرتك هيبقى انجح جزء عن الاربعه. انا كل مره اقول يا ترى هيبقى احسن. يعني انت بتقول للناس اتفرجوا على الجزء الخامس مداح؟ طبعا اللي هيفوتوا حلقه من المداح لا هيهدى ولا يرتاح، بقول لك. مش احنا كده ختمنا الحلقه بتاعتنا؟ بس من غير عفاريت، عشان من غير عفاريت، ربنا يستر. انا خفت اصلا. لا مش خوف ولا حاجه. انبسطنا ده جداً الاطفال مع بيتفرجوا، حضرتك الاطفال بيتفرجوا لا عليه. كلنا بنتفرج عليه طبعا. آه. انبسطنا جدا جدا مع حضرتك. انا والله انبسطت. اتمنى تكون انبسطت معانا. والله انبسطت جدا جدا يعني. ميرسي وتحياتي جداً. ليكي ولكل اللي هيتفرجوا على التلفزيون وما لهمش دعوه بقى بالحاجات التانيه. ميرسي بس. لحضرتك. وكل سنه وانت طيب.